عسلامة، هيا وينكم؟ شنو عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في خير وفي صحة وعافية يا رب الناس الكل. جاتكم اليوم بروتين جديد فيه هكا برشا حاجات، ان شاء الله يا رب يعجبوكم، وان شاء الله ما تنسوناش بكومنتاراتكم وبلايكاتكم اللي يشجعونا باش نكملوا. وكل يوم بقدرة ربي يكون فما فيديو مع 3:30 تاع العشية. ما تنسوش تستنونا في الموعد هذاك، وما تنسوش كما قلت لكم تدعمونا باشتراكاتكم في القناة. انا عندي الطماطم بدت هكا فيها اللي باش يطرى، مش فيها الطري، واذا كان خليته باش يخمر. دونك باش نختار منه الطريطول، وباش نعمله بطريقه اخرى غير الطريقه اللي شاركتها معاكم وقتها. باش نعمل فيه بصل وثوم وباش نطيبه ونوريكم كيفاش نطيب. هذه باش يعني تتعمل كانوا في تنجم تحطها في ساندويتشات ديريكت، ولا تنجم تعملها صلصه نتاع بيتزا نتاع، يعني تنفع في برشا حاجات برشا. وتنفع وقت تبدا ما عينكش باش تطيب، يعني هذه حاجه اكيده. على العموم انا حطيت الطماطم قصيتها جويده، حطيت معاها راس بصل وراس ثوم مرحيين مقصوصين يعني جويدين، ولا رابي ولا كيما تحبوا. حطيت شويه ملح وشويه فلفل اكحل وهكا وشويه زيت. نطيبها تو مادام قريبه تطيب باش نعمل لها راحيه باهيه، خاطر ما نحبش فيها القش هذوكم، خاطر هي كاسحه شويه. ومن بعد نخليها تنشف شويه ونعبيها في الحكوك. حبيت نشارك معاكم ريسيت متاع استغفر الله يا ربي، متاع كيك موجودة تتعمل في المقلة على الغاز. اسهل منها ما فماش واهش منها ما فماش. بما انه تو وقت التفاح، وقت الخوخ، وقت سفرجل، يعني تلقوا برشا انواع متاع غلة موجودة ومتوفرة. انا هنا وقتها عندي الخوخ هذايا صغير، قصيت منه ترونشيت صغيرة. اول حاجه المقله عملتها بالزبده ورشيتها بالفارينه، وبعد قصيت الخوخ بالطريقه اللي تشوفوا فيها، وعملته هكا بالداير. حطيته هو الاول وحطيته على جنب، ما حطيتوش على الغاز لا شيره. نظمتهم بالطريقه اللي شفتوها وحطيته على جنب، وتعديت باش نعمل كعبه الكيك متاعي. كعبه الكيك بمكونات ولا ابسط ولا اروع صراحه، يعني وهشوش لدرجه ما تصوروهاش. اول حاجه خذيت لهنا خذيت كعب عظام تكون بحراره الغرفه. الكاس متاعي لهنا، شوفوا الكاس اللي تكيلوا بيه الحاجه كملوا كيلوا بيه الكل. خذيت كعب عظام، نص كاس سكر. الكاس هذاك راهو يهز 230 مليلتر. نص كاس حليب، وخذيت قدر ربع كاس متاع متاع زيت. هكاك حسب التقريب مغرفتين زيت مش اكثر، يعني مش كميه كبيره. ولهنا حطيت باش نكه كعبه الكيك متاعي، حطيت فيها شويه قرفه. كنت ما نحبيش الحقيقه في الحلويات، اما بالحق عشقتها من السينابون، عشقته على الاخر. فما شكون سالوني عليه، راهو موجود على القناه. وحبيت بركه نوضح حاجه، راه فما برشا فيديوهات تفسخوا من القناه، برشا فيديوهات تفسخوا ولا غالب. بقدرة ربي تو نرجع كل مرة تحطوا لي الحاجة اللي جربتوها واللي تحبوني ان نعاودها لكم، حطوها لي في التعليق. تو ان شاء الله بقدرة ربي كل مرة نعاود نشارك معاكم رسائل. الحمد لله والشكر لله انه الرسائل اللي نحط فيهم برشا يرجعوا لي ويرحموا على والدي ويكتبوا لي في التعليق اللي هما جربوهم. ومن بين اهم الوصفات هي وصفة السينابون اللي بالحق وصفة ولا اروع من هكاك. وان شاء الله بقدرة ربي تو نهبط لكم وصفة اخرى زادة جربتها في الفترة اللي فاتت هذه الكل، زادة شوشة تهبل. بالنسبة للفرينة حطيت شوية، وعينكم ميزانكم للي توصلوا للقوام هذايا اللي تشوفوا فيه. وساشي متاع خميرة مرطبات. نعاود لكم المقادير في ساعة. عندي كعب عظام، نص كاس سكر، نص كاس حليب، ربع كاس زيت، ساشي خميرة مرطبات، شوية قرفة للنكهة، ومعاه الفرينة قدر كويس هكاك، اقل شوية من الكاس ما هوش برشا. سي بعد لا خلطته، بعد لا وصلت للقوام اللي نحب عليه، حطيته في المقله فوق الخوخ هذاك. ومن بعد حطيته على الغاز. بطبيعه ملوطه لازم يكون فما شبكه ولا حاجه باش ما يتحرق الكمش.
وتغطيها للي توصل للقوام هذايا ومن فوق ما عادش نيه، يعني كي تدخلوا فيها حاجه تلقاها طابت من داخل تقلبها. لهنا ريتو راهو ماهيش محروقه، اما هذاك شو اسمه يا ربي الخوخ اللي من وسط حسيت النار كانت فيه اقوى شويه، لا اكثر ولا اقل، اما هاكم تشوفوا فيه والله صدقوني بنين. يطيب لكم طيب الكيك وتحسوها طابت صايي، اقلبوها على الشيره الاخرى باش هكاكا ملوطه ما تقعدش بيضه لا اكثر ولا اقل، اما الطيب وتجيكم هاكم تشوفوا في القوام كيفاش. كهو هذا هو الفيديو متاعي اليوم، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا حتى ولو بحاجه بسيطه. ما بقى كان نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم الناس الكل، وان شاء الله نلقاكم في فيديو جاي غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت متاع اليوم. والسلام عليكم الناس الكل.